اليوم نحن بأخطر سجن بالعالم. تصنف هذا السجن بعام 2025 هو أخطر سجن في العالم. طبعا نتكلم عن سجن سلفادور. سلفادور هاي الدولة اللي كانت تنتشر بها الجريمة بشكل كبير جدا. بعد ما استلم الرئيس الحالي لسلفادور واللي هو من أصول عربية، يقال أنه من أصول فلسطينية، استلم إدارة هاي البلاد. فكان وعد هذا الرئيس المنتخب والحملة الانتخابية اللي قام بها هو القضاء على الجريمة. نعم، كان وعده لمنتخبينه لجمهوره القضاء على هاي الجريمة. طبعا بعد ما انتشرت الجريمة بكافة أرجاء السلفادور، وبالفعل بعد استلام هذا الرئيس، بعد ما استلم بعام 2019 تم تنصيب 4 سنوات. بعام 2023 قرر أنه بالفعل ينهي موضوع الجريمة بهاي الدولة، بدولة سلفادور. بالفعل أنشأ هذا السجن، هذا السجن العملاق، هذا السجن الكبير اللي يضم أكثر من 40,000 نزيل. طبعا تصنف هذا السجن هو من أكثر السجون في العالم تحصينا، أي مستحيل. وحتى هناك عبارة تكتب على باب السجن الخارجي: إذا تستطيع اهرب. بالفعل إذا تستطيع اهرب، هاي العبارة مكتوبة على باب السجن الخارجي. كاميرات على مدار 24 ساعة، إنارة لا تنقطع نهائيا، ما في إنارة تنقطع بهذا السجن بتاتا، حراسة مشددة لأبعد ما تتوقعون وأبعد من ما تتصور. طبعا هذول المجرمين اللي موجودين داخل هذا السجن اللي يضم ما يقارب 40,000 نزيل، هذا السجن حاليا يخضع لإدارة قوية جدا. وهؤلاء المجرمين اللي شاهدونهم بهذا الفيديو، البعض منهم لم يخضع لمحاكمة نهائيا، لم يخضع لمحاكمة، لأنه أقل مجرم بهذا السجن هو تقريبا يعني قاتل 4 أو إلى 5 أشخاص. طبعا أكيد راح يثير فضولكم مسألة الوشوم. ليش طيب هاي المساجين كلها بهذا العدد وهاي الضخامة، و40,000 سجين تقريبا، كلهم مثل ما شاهدنا بالفيديو كلهم واشمين، ما في شخص منهم تقريبا مواشم. ما هو السبب؟ لأنه كل وشم أخوان الكرام هو يدل على رمز لعصابة. كل الأشخاص اللي نشاهدهم هم ينتمون لعصابات. فقام رئيس السلفادور بحملة قوية وعنيفة على المجرمين، وبالفعل وضع ما يقارب حاليا حسب الإحصاءات العالمية، طبعا ما يقارب 30 إلى 35 ألف سجين داخل هذا السجن. طبعا هذا السجن رغم أنه أخطر سجن بالعالم، يوجد به أخطر مجرمين العالم، ولكن يشهد هذا السجن أنه داخل هذا السجن راح نشاهد أنه يوجد عناية بالصحة، عناية حتى بالرياضة، مثل ما نشاهد أنه يعني يدربونهم على حركات رياضة. وأيضا بنفس حركات الرياضة اللي يدربون هؤلاء النزلاء والمساجين، أيضا هي حماية أمنية لأفراد الأمن اللي موجودين داخل السجن. شو هو سبب؟ كيف؟ إذا شاهدنا أنه بعض من الحركات اللي يعملونها هي حركات رياضية، ولكن للتفتيش إذا كان هذا السجين مخبي داخل هدومه شيء أو مثلا سكين أو أي قطعة معدنية، يمنع بتاتا دخول أي قطعة معدنية داخل المهجع أو داخل الغاووش اللي يضم تقريبا، كل غاووش يضم من 100 إلى 175 شخص. الكاميرات مسلطة عليهم 24 ساعة، لا مجال للهروب، لا مجال لأي تفكير، حتى مجرد تفكير بالهروب. هؤلاء الأشخاص اللي موجودين داخل هذا السجن هم ينتمون لأكبر العصابات، خلنا نقول تقريبا بالعالم، ينتمون لأكبر العصابات
وشكلون خطر. وكان بالفعل كانت دولة السلفادور قبل استلام هذا الرئيس بعام 2019 كانت من أكثر الدول اللي تنتشر بها جريمة، يعني كانت الجريمة بشكل لا توصف، كان ما في أمان، كانت الناس يعني الناس ضاقت ذرعا بهؤلاء المجرمين، خطف، طلب فدية، سلب، نهب، قتل. وبعد ما شددت الحكومة، حكومة السلفادور، وأنشأت هذا السجن، تم إنشاء هذا السجن بعام 2023 وتم تحصينه بكافة المعدات لتحصين سجن يحتوي على مجرمين بهاي الخطورة. لاحظ أنه السجن معزول، هو يكون قرب العاصمة، عاصمة السلفادور، تقريبا ما يقارب 30 إلى 35 كيلومتر. يمنع طبعا الزيارات ممنوعة داخل هذا السجن، ممنوع المجرمين كلهم اللي داخل هذا السجن يمنع عليهم الزيارة، يمنع استخدام الهاتف، انترنت داخل هذا السجن لا يوجد. طبعا هي الفيديوهات اللي طلعت من الناس، راح من الناس، من المشاهير او من اليوتيوبريه، وسووا هاي الفيديوهات او طلبهم او اخذهم تصريح اذن بالتصوير داخل هذا السجن. طبعا هذا الكلام كان من عام، ولكن حاليا دولة السلفادور والحكومة منعت اي شخص يدخل معاه كاميرا على هذا السجن، طبعا بعناية طبية. طبعا التفتيش بشكل يومي، يعني تخيل انه المجرمين اللي موجودين داخل هذا السجن يوميا او بشكل يومي يتم تفتيشهم صباحا ومساء. هذا كان هو اخطر سجن بالعالم، او اكثر السجن تحصينا. يمنع اي شيء يدخل على هذا السجن، اي زيارات، حتى من المحكومين، منهم محكومين ومن المساجين الى الان لم يتم محاكمتهم نهائيا، اي مسجونين، ولكن لم يتم اخضاعهم لاي محكمة ان كانت. هاي حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى اذا عجبكم هذا الفيديو وعجبكم محتواي تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا بفيديوهات اخرى جديدة ان شاء الله على هذه القناة.